ليه الكلام عن ربنا مبقاش يفرق معاهم؟ ليه لما أقول لابني أو بنتي ربنا مش راضي عنك أو الحاجة دي حرام ما ترضيش ربنا ما بيحسوش بحاجة؟ كنت فاكرة إن الكلام عن ربنا كفيل يخليهم يراجعوا نفسهم وتصرفاتهم ويعملوا حسابه في تصرفاتهم وحياتهم، بس الحقيقة الكلام لوحده ما بقاش بيأثر، خصوصا مع ابني المراهق. حد يقول لي أعمل إيه؟ عارفة إنك أنت السبب في كده؟ ما تستغربيش. عارفة ليه؟ لما استخدمتي اسم ربنا استخدمتيه كأداة تهديد مش كعلاقة حب. كل ما يغلط تقولي له ربنا مش راضي، كل ما يعند أقول ربنا هيحاسبك، لحد ما بقى ربنا في عينيه حد بيعاقب ويخوف مش حد بيحب. عارفة إن دي مشكلة ناس كتير، أغلبنا وقع في نفس الفخ، نقول ربنا هيزعل مننا وهيغضب علينا، بس من غير ما نطمنهم إن ربنا بيحبنا. إحنا بنربي في زمن مختلف، زمن فيه الغلط بقى عادي، الشتيمة عادي، الكذب عادي، قلة الاحترام بقت ترند، وعلشان كده لازم طريقتنا تتغير. لو أولادك كبار هم محتاجين يشوفوا ربنا في حياتك قبل ما يسمعوا اسمه في كلامك، يشوفوا إن ربنا هو السلام، هو الونس، هو اللي بيفرح بيهم مش اللي بيهددهم. إنما لو لسه أطفال الزرعة لسه طرية، قولي لهم ربنا رزقنا بالأكل الجميل ده، ربنا بيحبك فبعت لك اللعبة دي. ولما يغلط بدل ربنا هيعاقبك قولي نعتذر لربنا ونحاول نرضيه تاني. عايز ابنك يعرف ربنا؟ عيشيله ربنا مش بالأوامر لكن بالفعل وبالقدوة وبالحب اللي نفيهوش شروط. الدين عمره ما كان أوامر جامدة، الدين هو البوصلة اللي بترجعهم لما يتوهوا، الدين هو مصدر الطمأنينة وسط دوشة الدنيا، الدين هو المرساة اللي بتربطهم لما الموج يعلى. علميهم ان الدين مش خوف، الدين حب، حب لله وحب الخير وحب الناس. احكي لهم قصص الأنبياء، خليهم يسمعوا اسم ربنا كل يوم بس بهدوء بلطف من غير تهديد. افتكري دايما اللي يتربى على حب ربنا هيختاره في كل مرة، حتى لما الدنيا تديه 1000 اختيار تاني. ابدأي بالدعاء وخدي بالأسباب وسيبك من الإحباط. ربنا ما بيضيعش تعب حد بيغرس في ولاده حبه. ودايما رددي قول الله تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. لو الكلام ده لمس قلبك ابعتيه لكل أم بتحاول تصلح حال أولادها، وخلينا نساعد بعض نربي جيل بيحب ربنا مش بيخاف منه بس. واكتب لنا في التعليقات حابين نتكلم عن ايه الفيديو الجاي في قناتكم. سكون للعقول الراقية. دمتم في أمان الله.